حضورنا الكريم، كلمة رئيس مركز خريمان الشغار الشيخ سلطان بن ناصر شغار يلقيها نيابة عنه ابنه الإعلامي متعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليقا بجلالته وعظمته، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، رؤساء المراكز، شيوخ القبائل، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب بكم جميعا وأشكركم على تشريفكم لنا وتلبية دعوتنا لمشاركتنا في هذا الحفل، والذي أقمناه عرفا وتقديرا لتوجيه قيادتنا الرشيدة بفتح مخفر شرطة في مركز خريمان الشغار، وترحيبا برجال الشرطة الذين سيعملون في هذا القسم. وإنه لمن دواعي سرورنا أن تشاركوننا بهذه المناسبة المباركة. أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، إن الأمن لمن أعظم النعم التي تستوجب شكر الله وكل ما يضمن دوامها، فبه يسعد الإنسان وينعم في حياته، وبدونها يشقى وربما يفقد حياته. ولقد من الله على هذه البلاد إذ قيض لها رجال أدركوا قيمة الأمن فأتوا بكل ما يكلفهم بداء من إقامة حدود الله وشريعته وحتى شكره عز وجل. وعلى المتبع للمسيرة التوحيد الخالدة التي أقادها المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ورجاله الأوفياء، وما كانت عليه البلاد قبل توحيدها وما صارت إليه، سيدرك النقلة الكبيرة التي شهدتها بلادنا في مجال حفظ الأمن، وما كان ذلك ليحصل لولا فضل الله ورحمته ثم التضحيات التي قدمها الملك عبد العزيز ورجاله الأوفياء. وأكملوا هذه المسيرة الخالدة أبناؤه البررة من بعده، فمن ذاك لذاك الحين ودعائم الأمن راسية ثابتة في وجه رياح الخوف والفتنة والفرقة. ولا يفوتني أن أشير إلى رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وإنجازاته في حفظ الأمن وإبرازها الحسنة التي سنها في مواجهة الإرهاب، والمتمثلة في مواجهة بالفكر واليد الحازمة على حد سوء. وقد أكمل ما أتم من بعده ابنه البار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، الذي تلمذ في مدرسة الأمير نايف وأظهر براعة جعلته يستحق ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويجعله وزيرا للداخلية خلفا لأبيه. أيها الحفل الكريم، إقرارا بأهمية الأمن وأنه سنام الحقوق كلها بذلت قيادتنا الرشيدة العديد من الجهود التي تهدف إلى حفظه وتعزيزه، ومن ذلك إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن بوسائل مختلفة التي تكمل بعضها البعض وتطويرها. ويتقدم جهاز الشرطة الذي يقف في الخط الأمامي في مواجهة الجرائم والجنح، وإقرارا بذلك فقد سعت القيادة الحكيمة إلى فتح مراكز الشرطة في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها. ونحن نحتفل بافتتاح قسم الشرطة في مركز خريمان الشغار، والذي يعزز الأمن في المنطقة المهمة من بلادنا الغالية، راجين من المولى عز وجل لرجالها التوفيق والسداد في عمله. وختاما أرفع أبلغ عبارات الشكر باسمي ونيابة عن أهالي مركز خريمان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وسمو النائب والثاني، وسمو وزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وسعادة اللواء مدير شرطة الرياض سعود الهلال. كما نشكر مساعد شرطة منطقة الرياض للتخطيط والتطوير العميد حمد بن حفيظ الشرافي الدوسري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.